اكيد حتحبوه ان شاء الله باذن الله. انا ودينا مجهزين لكم هو. بدايه عندنا شخصيه جدا رائعه. اكيد شخصيه جدا رائعه، وكمان شخصيه يعني مو كثير بنشوفها عندنا، لكن كثير بنسمع عنها في قصص اجدادنا وفي قصص ناس الكبار دائما اللي بيقولوا لنا اياها. اكيد طبعا بنرحب بالاستاذ محمد الطيب اللي بيجسد الشخصيه، وكمان هو عامل نفس الشخصيه اللي هو عمو حكيم. كيف حالك؟ الله يحييك يا ستي، شرفتونا وعلى راسنا. انت مشرفنا اكيد، نور اكيد نور في برنامج شلتنا. الله يسعدك. الله يسعدك طيب. يا رب ان شاء الله. في اشياء كثير طبعا المشاهدين يبغوا يسالوا عنها اكيد اصلا بيعرفوا ليش احنا بالضبط جبنا هذه الشخصيه بالذات في هذا التقرير وكمان في برنامج شلتنا، لانه احنا اليوم طبعا قبل ما نبدا اي شيء نقول لكم كل عام وانتم بخير. احنا على طول بدانا مع الحماس، لكن اللي احنا نبغى نقوله ان احنا حابين اليوم نتعرف اكثر عن العيد، كيف كان زمان وكيف كان العيد له طعم جدا مختلف عن العيد اللي احنا دحين نعرفه والعيد اللي احنا دحين بنحس فيه. فعشان كذا قلنا خلينا نجيب شيء من التراث وشخص عارف اكثر بهذا الموضوع ويحكينا شوي عن ايام زمان وكيف كانت العيد. بس بطريقه مختلفه. اكيد. ايش هي؟ ايش هي؟ انا حبيت انه تكون الشخصيه اخذت شخصيه دميه على الطريق التراثيه حقتنا. يعني مو زي سبونج بوب وما سبونج بوب الشغلات هذه اللي الاشياء اللي دحين طالعه. ايوه نحن نوريهم الشغل هذا على شغلنا نحن. طيب عشان كده انا سويت الشخصيه التراثيه هذه بحيث اني اشاركهم في الاشياء التراثيه ونحكيهم عن ايام زمان وايش الفرق بين اول ودحين. طيب محمد، طيب كيف جاتك الفكره حقت عمو حكيم؟ او ليش اخترت الشخصيه هذه؟ والله شوف، انا اساسا لبسي كله كده بلدي، يعني حتى غير الشخصيه هذه. جميل. طيب احب الشخصيه هذه لان فتحت عيني، ابويا ما لبسها، على جدي، على عماني، على بعض الناس اللي ايش احبهم. انا حبيت الشخصيه هذه لان عشت في البيئه هذه. فتحت عيوني شفت اللبس حقهم، الشغل البلدي والعاده. طيب دحين احنا بنتكلم عن العيد زي ما قلت لك، وحضرتك حابب انك تجسد التراث في هذه الشخصيه. قول لنا كيف كان العيد زمان؟ كيف كان الجو؟ كيف كان الاحساس؟ واهم العادات القديمه اللي كانوا بيتميزوا فيها ايش هي؟ بالضبط. مو انا بقى شيء تسالني بايش زمان، كيف اي جزئيه في العيد؟ يعني ليله بدايه العيد. طبعا اول ما كان في لا مثلا ارصاد ولا كذا ولا كذا، كانت الحاله كلهم الناس يطلعوا للمحل الخلا كده ويطالعوا جاء القمر ما جاء، والناس تستنى جاء ما جاء ايش صار، الطريقه التقليديه. فيكون في حماس، ولا سيما هو الناس الحواري البيوت قريبه جنب بعض. هذا يكلم ده جابوه ما جابوه، وتحس الحاره في ألفة في الموضوع، في حماس وفي ليش الناس قريبه من بعض، والناس قريبه من بعض ارواحهم قريبه من بعض. صح. مو زي الحين يقول لك القريب ما يقرب قريب من العين او قريب من ف الصورة أول كانت يعني طالما المجتمع قريب من بعض وكانت في روح في حياة. طيب لما يجي العيد عاد يبدأوا الناس يرتبوا عاد نفسهم عشان صلاة المشهد والملابس الجديدة، وهذا طبعا قبل بيومين لازم نوضح نقطة انه يبدأوا يرتبوا البيت، ينظفوا البيت يرتبوا ويظبطوا ويغسلوا الرواشين. يمكن تقول رواشين تحسب أكلة، ما هي أكلة. الرواشين هذه الله يسلمك الطيق البلدي كده دحين لما يقول لك الشباك الطاقه اللي بالخشب. ايوه. اول كانت كبيره بحيث انه ايش وبارزه على برده وفيها زي الجلسه زي الكرويته كده، عشان لما يجي الهواء من هنا ولا من هنا ايش يخبط فيها ويدخل الهواء على ايش على الغرفه. ما كان في مراوح. فكره تقليديه لكن ذكيه جدا رائعه الفكره. طبعا عمو حكيم يعني والله من جدا مستمتعين باللقاء معك، واخذتنا معلومات جدا رائعه وقيمه عن عاداتنا القديمه سواء في العيد او عموما يعني ايام زمان كيف كانت العادات. لقاء جدا رائع. طبعا استاذ محمد الطيب اللي بيجسد شخصيه عم حكيم. طبعا اكيد شكرا لك، شكرا انك حسستنا باحساس العيد زمان. هذا الشيء احنا نفتقده دحين، نفتقد هذا الدفء الموجود في العيد. اللي تكلمنا عليها على قولهم قطر البحر، هي مواضيع كثير تلوم هذا. صحيح. ولما يمكن الناس يمكن بكلامنا برضو ما تستشعر الشيء هذا الا اذا قلنا لهم روحوا البلد وتفرجوا في الماضي. صح. عشان تعرف ايش الماضي وايش الحاضر، ايش النعم اللي كنا فيها اول، ايش النعم اللي الحين، اية احسن اية مو احسن. ما حيعرفوا الا لما يشوفوا بنفسه. ما يعرف الا لما يشوف. يعني نقول هذه ممكن رسالتك لجمهور شلتنا والمشاهدين شلتنا انهم لازم يروحوا يشوفوا الاماكن التراثيه القديمه عشان يعرفوا. الصغار الكبار يروح يشوف، يسمع روشان، يسمع دهاليز، يسمع مدري شكله،
يروح يطالع يشوف هذا ايش هو، صحيح. عشان يشوف إيش يعرف. التهليز، ايش الرؤوش، يشوف ابوه، بلاش نقول لك ابوه، يمكن ابوه عايش في عز، يعني بعدهم صغار ما شاء الله، والده تلاقيه بطوله. يروح يشوف جدانه وجداته سته وسده كيف كانوا عايشين. صحيح. يروح يطالع عشان لما يقول يا ولدي ذيك الايام كنا ما نلاقي قطره المويه، يصير يحس وقتها من جد ويعرف. يفهم ايش يعني لما تقولي له ولدي قفل حرام المويه كذا تروح. صح، كثير منا بينزعلوا لما نقول هذه الكلمتين، صحيح. حتى لاخواتنا واخواننا الصغار تلاقيهم على طول يزعلوا في هذا الهدف. ايوه، لانه ما عرف هو خلق في ظل النعمه هذه، في ظل الدوله السعوديه الكريمه. الحمد لله. الحمد لله. نعمه كبيره ما يعرفها الا اللي عاش في الماضي وعاش في الحاضر. اكيد. صح. طبعا عم حكيم يعطيك العافيه وشكرا لك وجودك معنا في شلتنا، شرفتنا ونورتنا اكيد. الله طبعا يخليك. كلمه اخيره بس توجهها لشباب الشباب اللي شلتنا. بيسمعوا شباب شلتنا. الشباب، بدي اقول للشباب، الشباب والبنات لو سمحت. طيب مو نقول لهم شباب، هم كلهم شباب وبنات. الشباب والشابات. طيب ايوه. نقول لهم شوفوا الماضي، ايش كنا في الماضي، ها، ولبرنا لما ربنا رزقنا وفتح علينا واكرمنا بالدوله الطيبه هذه والحكام الطيبين، ايش صرنا في الحاضر؟ اول كنا واحد يفرح لما يلاقي يشتري له، الله يعزك ويعز مقدارك انت والاخت، يشتري له حمار حساوي كده عشان ايش؟ يقول لك انا هذا اقدر اروح بالمدينه. لكن دحين الحمد لله خير ونعمه كبير من الله. قطار دحين ان شاء الله بيصير دي يمكن خلص دي السنه ولا اللي بعدها، تم خلاص. ساعتين وانت في المدينه. ساعتين. اول 10 ايام في الطريق، و10 ايام يجلس في المدينه، و10 ايام يرجع. هذه شهر عشان يبغى يروح المدينه. فنحن نعمه كبيره، لازم يعرفوا هذا الكلام عشان يقدروا النعمه اللي ربنا عز وجل اكرمهم بيها. أكيد. طبعا يعني خلاصة الكلام انه نواكب التكنولوجيا والعصر اللي احنا فيه، لكن في نفس الوقت ما ننسى عاداتنا وتقاليدنا الاساسيه. نشكرك عم حكيم لوجودك معنا، او الاستاذ محمد الطيب، يعطيك العافيه. الله يديك العافيه وعلى راسي. الله يسعدك. يعطيك العافيه. طبعا انتهينا من هذا التقرير. اكيد طبعا برضو كفيت وفيت اطراد. شكرا لك استاذ محمد، كمان شكرا لعم حكيم اللي خلانا نعيش شويه الجو مع عيد زمان، ونرجع شويه ونحاول نصحصح ان احنا لازم نعرف شويه عن حضارتنا اكثر وتراثنا اكثر، لكن هذا مو معناه احنا نبعد عن التكنولوجيا. أكيد. طبعا ايش رايك اطراد نروح؟ حنروح طبعا ان شاء الله، ولكن خليكم معنا برنامج مستمر، وما راح ننسى عم حكيم بعد هذه الحلقه. مع السلامه. لو عندك أي أسئلة أو اقتراحات لبرنامج شلتنا ارسلها على الإيميل التالي